تخيل معايا تكون راكب في باطو وغادي وسط البحر، حتى شويه يتقلب الجو والمواج يبداو يضربوا فيك من كل جهه، العاصفه تتقلب في الباطويات بحال اللعاب، والرعد سبحان الله تيهز الجبال. شويه تلقى راسك بديتي كتغرق في البحر، الناس تيموتوا حداك بالواحد وانت براسك تتشوف الموت قدامك وتتقاتل باش تبقى عايش. وملي تتهدى العاصفه تتلقى راسك مرمي في شط غريب عليك، انت ما عمرك ما وصلتي لهاد البلاصه، سورتو ملي تلاقى بناس تيهضروا بلغه ماشي بحال لغتك، وعينيهم تيشوفوا فيك بحال شي كائن نازل من السماء، وانت ما فاهمش اصلا كيفاش بقيتي عايش. الجوع والخوف والوحدانيه كلهم تجمعوا عليك، النهارات بداو تيتعاودوا عليك وانت باقي عايش في الغابه، تدبر على راسك من الغابه وسط من الناس اللي انت اصلا خايف منهم وهما خايفين منك. هادشي اللي تنعاود لك وقع في القرن 15، يعني هاد الناس اللي تيشوفوا فيك كخطر جاي ليهم، وناس اخرين تيشوفوا فيك بحال شي نبي، حيت ما عمرهم ما شافوا شي انسان بحالك تيهضر بلغه بحالك وعنده نفس لون البشره اللي عندك بنفس التقاسيم ديال الوجه، شيء مختلف عليهم. بطل اليوم ماشي عسكري وماشي سائح وماشي مستكشف، بطل الفيديو ديال اليوم كان غير مغربي عادي من مدينه صغيره، مدينه ازمور، كان عبد عند البرتغاليين والقدر كتب عليه يعيش قصه ما عمرو ينساه فيها التاريخ. في هذا الفيديو غادي نهضروا على قصه مصطفى الازموري الملقب باستيفانيكو ولا استيبان دمور كيف ما تيسميوه في ميريكان، اول مغربي وافريقي تيحط رجليه في ميريكان اللي كنعرفو دابا. العائله، السلام عليكم من جديد في فيديو جديد. ولكن قبل ما نبداو كيف ما جرات العاده ضروري نشكركم، شكرا بزاف عاوتاني على الدعم ديالكم، على التعاليق، على التفاعل في الفيديوهات كاملين اللي تندير، مع العلم ان القناه يلاه باديه ولكن الحمد لله غاديه في واحد الوتيره تتشجع بالتعاليق وبالاراء ديالكم وبلاجام وبلي لايك، فشكرا لكم بزاف، شكرا من القلب. وإلا كان اول مره تيطلع لك الفيديو ديالي فانا الشرقي، وفي هذه القناه كنحاولوا نهضروا على قصص غريبه، على الالغاز، على القصص المثيره، على بعض المرات قصص بوليسيه اللي كتكون غريبه بزاف. فإلا كان تيعجبك الغموض مرحبا بك، انت في المكان الصحيح. ما عليك غير كيف ما العاده تجيب شي قهوه بسم الله، ولا شي كويس ديال العصير، ولا شي كويس ديال الاتاي، ولا المشروب المفضل ديالك، وندخلوا مباشره ننطلقوا في القصه ديالنا على بركه الله. مصطفى الازموري تزاد في مدينه ازمور، مدينه صغيره اللي ما تعرفوش الناس، كاينه حدا مدينه جديده. ملي كان مراهق اختطفوه شي برتغاليين، قراصنه برتغاليين، وباعوه من بعد لواحد الباطو كان مولاه واحد الاسباني. يعني شوف هذا السيد هذا من البدايه كيفاش بادي حياته، تخيل دري صغير ما عاش ما شاف، ومن الفوق يتباع بحال شي سلعه عاديه بحال جميع السلع. والمن غادي يتباع لواحد القائد اسباني. هذا القائد هذا سميتو اندرياس، باعوه على اساس عبد، حيت في ديك الوقيته كيف ما تنعرفوا كاملين كانت العبوديه باقيه شي حاجه قانونيه، وكانوا اغلب الاوروبيين كينزلوا لقاره افريقيا، للسواحل ديال قاره افريقيا، وتيختطفوا ناس وكيمشيو يديوهم يبيعوهم عندهم في اوروبا في باقي المدن ولا في باقي الدول الاوروبيه. فالقضيه ما كانتش ديك الساعه غير قانونيه ولا تعتبر جريمه، بالعكس كانت نشاط تجاري عادي. بقى مصطفى تيسافر معاهم فين ما مشاو، نهار على نهار، شهر على شهر، عام على عام، حتى ل 1527 القائد اللي شراه قرر يمشي مع واحد البعثه استكشافيه، ومصطفى الازموري بطبيعه الحال غادي يمشي معاه فين ما مشى، عبد كيتباع السيده ديالو في اي بلاصه مشى ليها، ما عندوش الاختيار. على العموم انطلقت الرحله من اشبيليه، الشاطئ ديال اشبيليه، مباشره حتى الجزر الكاريبي. ولكن القدر ما كانش ساهل. كيفاش؟ ملي وصلوا للسواحل ديال كوبا جات واحد العاصفه خياليه ما عمرهم شافوا بحالها، الريح كتلعب كل شيء في السماء، كل شيء طاير في السماء، والبحر والمواج ديالو تيلعبوا بالباطويات تيديوهم من اليمين ومن اليسار. الوضع كارثي، ما كملاتش نص ساعه حتى بداو الباطويات تيغرقوا واحد مورا الاخر، كل واحد كيغرق بطريقته، والناس بطبيعه الحال كلهم كيترماو في البحر. اللي تيعرف يعوم راه تيبقى عايش، واللي ما تيعرفش يعوم ولا ما قدرش يتحمل ظروف الطبيعه اللي كاينه تما فتيموت بكل بساطه. جوج باطويات كبار اللي غرقوا، وغرق معاهم 60 واحد. والحمد لله البطل ديال القصه ديالنا المغربي مصطفى الازموري كان من الناس الناجين، يعني كان من الناس اللي ما غرقوش وبقى عايش. وفي الحقيقه بقى عايش هو واحد العدد قليل من الناس
ناس قلال اللي حالفهم الحظ باش يبقاو عايشين ولا اللي بقى مكتب لهم ربي الحياة. في ديك اللحظة كان الهدف الوحيد عندهم هو يخرجوا من هذا المأزق. يعني غريزة البقاء ضروري ما كتخرج في بحال هاد المراحل هادو من الحياة ولا في بحال هاد اللحظات الحاسمة اللي كيكون فيها يا إما الموت يا إما الحياة. بقى مصطفى الأزموري هو والأصدقاء اللي بقاو عايشين معاه تيعافروا تيتقاتلوا مع البحر، تيدرعوا بجميع الطرق كامل القوى ديالو باش يحاولوا يخرجوا لاقرب شاطئ كاين حداهم، حتى سبحان الله العظيم غادي يدفعوهم المواج لفين كاينه فلوريدا في ميريكان دابا. تخيل معايا قطعوا الاف الكيلومترات بهذه الطريقه هذه وسط هاد الظروف هادو، عومان تدراع. وهذيك هي اللحظه اللي بين فيها مصطفى الازموري الرجوله ديال المغاربه. مباشره القائد ديالو اللي كان هو اللي شاريه رجع هو الصديق العزيز ديالو ولا الصديق المقرب ديالو، حيت في هذه المحنه اللي كانوا فيها شاف الرجوله وشاف الانسان اللي ممكن يعتمد عليه ويعتمد عليه ديال بصح. علاش؟ حيت ببساطه مصطفى الازموري كان ذكي، كان عنده مع اللغه تيتعلم بالزربه بحال كاع المغاربه سبحان الله العظيم. ربي عطينا هذه الهبه نتاع اننا تنتعلموا لغات بطريقه سهله، يكفي انك تسمعها مده طويله فتدخل لك لراسك مباشره. مصطفى الازموري كان حتى هو من هاد الطينه هادي، واللي كثر من هاد الشيء كاع هو ان كان تيهضر حتى بلغه الاشارات. وهذا الشيء هو اللي خلاه يكون هو الوسيط ما بين الاسبان اللي جايين معاه وما بين القبائل اللي كاينين تما، القبائل الاصليين ديال الهنود الحمر، السكان الاصليين ديال امريكا. وحتى هما النيت كانوا كيرتاحوا ليه بزاف، ماشي بحال الاسبان اللي كانت عندهم عليهم واحد النظره مختلفه، عارفينهم بانهم فيهم التعدو، فيهم الترهيب، فيهم بزاف ديال الحوايج خايبين. بالعكس ديال مصطفى الازموري اللي كان تيتعامل معاهم تيحاول يتواصل معاهم، ما كانش فيه دوك الصفات اللي كاينين في الاسبان. كانوا عارفينهم بانهم دائما تيديروا ديك الدخله نتاع انهم باغيين يديروا التبشير ونشر الديانه المسيحيه، ولكن هما في الاصل تيجيو يستنزفوا ثروات وياخذوا كل حاجه كاينه في دوك البلايص ويهدموها ويقتلوا الناس، وكانوا تيديروا بزاف ديال المشاكل. هادشي كانوا تيديروه الاسبان في الغزوات اللي قبل في الدول اللي مشاو اكتشفوها ولا استعمروها من قبل. اما الناس ديال السكان الاصليين دميريكان الهنود الحمر كانوا عارفينهم على جايين وكانوا من الاول رادين معاهم البال، لدرجه ان الكاتب الاسباني كابيسا دي فاكا اللي كان معاهم في ديك الرحله كتب على هذا الشيء في الكتاب ديالو اللي كان سماه ريلاسيون بالاسبانيه تعني العلاقات. قال باللي تعذبوا اكثر من العذاب لمده 15 يوم في السواحل ديال فلوريدا، غير موضرين بلا ماكله بلا ماء بلا حوايج في البرد، في واحد الظروف اللي كانت قاسيه وقاسيه بزاف. كيبقاو غاديين تابعين شي واد ياك مع الله يتلاقاو مع شي واحد ولا شي قبيله اللي تعطف عليهم وتعطيهم ياكلوا ولا يشربوا، يا تحاول تنقذهم، حيت الانسان في ديك اللحظه واقف في النقطه ديال الموت والحياه. ولكن كيف ما قلت لكم القبائل ديال الهنود الحمر كانوا رادين معاهم البال ديال بصح وكانوا سادين عليهم البيبان، حيت كانوا عارفين بان هذا النوع هذا غادي تعاونوا حتى يوقف على رجليه وغادي يحش لك الرجلين وغادي يدي لك ارضك وبلادك وعائلتك وكل شيء. فما خرجش تساهل معاه وما كانوش متساهلين معاه ابدا. وفي وسط داك الجحيم كان مصطفى الازموري بالنسبه للاسبان اللي كانوا جايين معاه بحال ديك الشمعه وسط الظلام، كان واحد من اسباب الامل اللي عندهم باش يبقاو عايشين. حيت في هذه الظروف هي فين عرفوا المعدن الحقيقي ديال مصطفى الازموري منين. ومن بعد ديك 15 يوم اللي كانوا الهنود الحمر زايرين عليهم وسادين عليهم الخناق، بقاو مكرفسين فيها مده ديال 15 يوم كيف ما قلنا، حتى لواحد اللحظه بداو تيخرجوا لهم من كل جهه، بداو تيهجموا عليهم وبداو تيقتلوا فيهم. ودابا ما بقاتش المأساة ولا الازمه غير ازمه اكل وشرب وبرد وصافي، ولات حتى الازمه ديال الا شدوك غتموت، ولا بقيتي تايه في الغابه بلا ماكله بلا شراب بلا والو غتموت. وتا ملي قالوا الصبليون بارك علينا من هذا الشيء مشيو بحالنا، حاولوا يهربوا يرجعوا بحالهم ملي كانوا مشاو للباطويات اللي كانوا خاليين، كانوا حاطين عليهم حراس باش يحضيوهم بيان سور، ما لقاوهمش. لقاو بان الهنود الحمر ولا السكان الاصليين ديال الميريكان قتلوا هذوك الحراس حتى هما اللي كاينين حارسين دوك الباطويات وسرقوا الباطويات وما بقى والو. الله كريم، يعني بالعربيه تغداو بهم قبل ما يتعشاو بهم الاسبان. باش دار لهم الله الخير هو بدوك العاصفات اللي جاو هرسوا ليهم المتاع ديالهم وهرسوا ليهم الباطويات وماتوا ليهم الناس، فتخربقوا ليهم الدواسه والاوراق. داكشي اللي كانوا غاديين على ودو اللي هو الاستكشاف ولا بالاحرى الاستعمار تخربق، ولا بنادم باغي غير يبقى عايش، ما بقى باغي لا يستعمر لا والو. هادشي اللي استغلوه السكان ديال الهنود الحمر وحاولوا يقضيو عليهم بما امكن. وهنا اقترح عليهم مصطفى الازموري واحد الفكره اللي كانت هي الفكره اللي غادي تنجيهم من هادشي كامل.
شناهي؟ اقترح عليهم يصايبوا واحد الفلوكات صغيورين يحاولوا يهربوا بهم، حيت هو ملي كان صغير كان تيخدم في الفلايك في ازمور، كان تيصايبوا دوك الفلايك الصغار ديال الحوت ديال الصياده، فعنده شويه د الخبره. وقال لهم بما ان كاين شويه ديال الحديد، المسائل ديال الحديد اللي عندهم فين ما كان الحديد، فين ما كان شي سفينه تهرسات شي طرف ديال الحديد، حاولوا يجمعوهم هما وشي طروفه ديال الجلود كانوا عندهم، وحاولوا يصنعوا واحد الفلوكات صغيورين بهذا الحديد والخشب اللي كاين في الغابه، وشويه ديال الجلود كخيوط وسيور باش يحزموا داكشي. وفعلا في الظرف ديال 5 الاسابيع قدر مصطفى الازموري هو والناس اللي معاه اللي تيعاونوه باش يصنعوا 5 ديال الفلوكات صغار. وهاد 5 ديال الاسابيع ما دازتش ساهله، بيان سور ما حيلتك ترد البال اللي يمشيو يخرجوا يقتلوك، ومجموعه اخرى خصها تمشي تقلب على ما ياكلوا سوا يصيدوا في البحر ولا يدخلوا للغابه يجيبوا شي حاجه، ومجموعه واحده اخرى خصها تبقى خدامه على مدار الساعه كيصايبوا في هاد الفلوكات باش يهربوا يمشيو بحالهم. تماره ديال بصح، مده طويله الانسان ما كلاش فكرش وما شبعش، مده طويله ما شبعش نعاس، مده طويله هو خدام في تماره وسط الخوف، وسط ظروف طبيعيه صعبه. ولكن مصائب قوم عند قوم فوائد، هذه هي اللحظه اللي بان المعدن فيها ديال مصطفى الازموري، وتبدلات المرتبه الاجتماعيه ديالو من عبد لواحد من الناس المهمين، ولا قائد من القاده المهمين في هذا الاسطول الاستكشافي. وفي هذيك اللحظه هي فين تبدلات سميتو من مصطفى الازموري لاستيفانيكو، حيت بداو تيعتبروه الاسبان واحد منهم، عطاوه اسم لاتيني اسباني قريب ليهم وسهل في النطق بالنسبه ليهم. وفي هذه اللحظه مره اخرى تزادت الاسطوره ديال استيفانيكو، اول شخص عربي افريقي تيحط رجليه في القاره الامريكيه. ومازالين اليوم الناس هذا تيديروا بزاف ديال الاحتفالات في بعض الاماكن اللي ساكنين فيهم السود الامريكان، احتفالات سنويه بالذكرى ديال مصطفى الازموري، منخرطين معاهم شي وحدين من الجماعات نتاع الموريش، اللي الا بغيتوني بالمناسبه ندير فيديو على الموريش اللي هما مغاربه امريكا. هادو واحد الناس كيعتبروا راسهم بانهم الاصل ديال امريكا هي المغرب، فكل شيء عندهم مغربي سبحان الله. فالا بغيتوا نديروا فيديو على هاد الظاهره ديال الموريش كتبوها لي في التعليقات. المهم نرجعوا لموضوعنا. هاد الجماعات نتاع الامريكانيين السود تيديروا يوم في السنه اللي تيكون فيه حفلات، معارض فنيه ديال الرسومات، رقص، بزاف ديال الانشطه باش يحتفلوا بالنهار ديال استيبان كودمور تيسميوه هما هكا. سبحان الله العظيم، عبد مغربي تيرجع اسطوره في بلاد العم سام. وغير باش نديروا واحد التوضيح صغير، اول واحد وصل للساحل الامريكي هو كريستوفر كولومبوس في 1492. عاد من موراها بسنين جات بعثة نونيس كابيسا دي فاكا اللي كان فيها الازموري اللي تنهضروا عليه، واول مستوطنه اوروبيه في المنطقه ما تاسست حتى 1560 على يد واحد المستكشف سميتو دي لونا. وهاد دي لونا حتى هو عنده قصه بوحدو، قصه واحده اخرى خياليه متعلقه بهذا الشيء نتاع ماء الخلود، وواحد البركه ديال الماء تيقولوا بان الا لقاها اللي شرب منها ما تيموتش، تيبقى عايش مدى الحياه، سميتها ينبوع الخلود. المهم نرجعوا لموضوعنا، هادو غير معلومات بسيطه باش اللي تيتبع الفيديو يعرف بان ما تنقولوش بان مصطفى الازموري هو اللي اكتشف ميريكان، تنقولوا غير اول عربي افريقي ولا امازيغي افريقي سميه كيف ما بغيتي تيوصل لميريكان. والرحله ديالو ما كانتش سهله وما حبساتش هنا، حيت ولا داز من فلوريدا لالاباما للويزيانا وبقى غادي توصل لواد الميسيسيبي، واحد الواد ماشي كبير، فايت كبير له. وفي هاد البلاصه نيت هاد الفلوكات الصغيورين اللي غير مرقعين كيف ما قلنا بداو تيتهرسوا كاملين، كلهم تهرسوا، بداو تيموتوا ناس اخرين عاوتاني اللي كانوا من ناجين في المرحله الاولى. الفلوكه الوحيده اللي بقات عاوتاني هي الفلوكه ديال مصطفى الازموري. هذه واش رضات الوالدين، واش زهر، واش ذكاء منه، سبحان الله. المهم بقى مقاتل معاها وبقى محارب مع الاعاصير ومع الطبيعه، بزز حتى وصلها، دخل بها للخليج نتاع غالفيسكون في تكساس اللي قريب من هيوستن دابا. ولكن حتى من بعد ما وصل ما سالاتش القصه ديالو، ولا بالاحرى ما سالاتش المعاناه ديالو هنايا، حيت بداو عاوتاني الناس كيف ما قلت لك ماتوا، وحدين عاوتاني غرقوا، وحدين بقاو تياكل فيهم الجوع والبرد، وكل واحد كيموت بطريقته الخاصه، حتى بقى هو وثلاثه ديال الناس فقط، يعني بقاو غير 4 ديال الناس في المجمل ديال هاد البعثه الاستكشافيه اللي انطلقت في الاول اللي كانت فايته 100 واحد. ويمكن لكم تخيلوا كيفاش تقدر تعيش 6 سنين في الغوابي وسط الكهوف وسط هاد الظروف، بعيد على الناس، بعيد على العالم،
بعيد على كل شيء. وفي هذه المرحله وقعوا شي حوايج ما يمكنش عاوتاني. القبائل ديال الهنود الحمر اللي لقاو في هذه المنطقه الجديده اللي مشاو بداو تيشوفوا فيهم بحال الانبياء، بحال الا منزلين من السماء. سبحان الله، الانسان ولا البشر فين ما تيشوف شي حاجه مختلفه عليه كيمشي عقلو في واحد التفكير بعيد. وسورتو في هذوك الاوقات ما كانش التدين ابدا. حنا تنعرفوا امريكان ليومنا هذا ما فيهاش التدين، فما ادراك في 1500 ورجع اللور. هاد الناس هادو في الثقافه ديالهم سماوهم اطفال الشمس. وما تسمعش اطفال يسحب لك اطفال دراري صغار، لا، اطفال الشمس هما بالنسبه ليهم هما ناس اللي كيجيو تيهبطوا من السماء باش يداويو الناس وكيكون عندهم البركه. المعتقدات ديالهم اكيد. وحيت الشكل ديال الازموري هو والاصدقاء اللي بقاو بثلاثه معاه مختلف، اللغه ديالهم مختلفه، اللون البشره ديالهم مختلفه، طريقه كيفاش كيتمشاو، عينيهم، شعرهم، كلشي مختلف. فاوتوماتيكيا ولا بشكل تلقائي قالوا بان هادو منزلين من السماء، حيت هما راه كانوا عايشين في واحد المنطقه محصوره، ما تيشوفوا حد، ما تيجي عندهم حد، ما تيمشي عندهم حد. ومن تما عاوتاني اضطر انه يبدا يتعلم طب ويتفكر اي وصفه كان تيعرفها من قبل على التداوي بالاعشاب كان خصو يندمج معاهم في الثقافه ديالهم وفي الافكار ديالهم غير باش يبقى عايش. حيت الا ما مشاش معاهم على هواهم بكل بساطه غادي يقتلوه. فبدا تيتعلم داكشي بزز وكيدير الطقوس ديالهم بزز، كيتعلم لغتهم وكيحاول يهضر معاهم، كيتقرب من الناس والناس حتى هما كيتقربوا منه وحتى الناس تيبغيوه. فبحكم انه كابر في الغوابي وفي البحر ومن مده طويله هو بوحدو، فكان على مر السنوات تيتعلم الطب باش يداوي راسو. لا ضرو راسو كيعرف العشبه اللي ياكل، لا جاتو السخانه كيعرف يخلط شي عشبه ياكلها، كان تيتعلم غير راسو. هادشي نفعو عاوتاني معاهم. بدا اللي جا عنده تيقول له مريض بشي حاجه كيعطيه شي عشبه تيداوى، تيفرحوا الناس. تيجي شي واحد اخر تيقول له عنده شي مرض وما كيعرفوش، كيقول له غير بالزهر شي عشبه، كيمشي يديرها الا برا هي هادي، الا ما براش كيعاود يعطيه شي تخربيقه واحده اخرى. وبقات الفيلم غادي هكا والمسرحيه غادي هكا. هما تيسحب ليهم راه طبيب وهو راه بالعكس غير تيحاول يبقى على قيد الحياه. والسمعه ديالو كبرات والصيت نتاعو وصل حتى للقرى المجاوره وداكشي ولا عالمي. السيد رجعوا عنده اتباع من كل بلاصه، لدرجه ان الكاتب الامريكي روبرت ميرابال قال في واحد الدراسه ديالو بان مصطفى الازموري بدا يتاثر بهذا الشيء حقيقه، حتى هو تهلوس مع دوك العشوب اللي تيديروا وداك الشيء اللي كيديروا يوميا، البعد ديالو على الدين، البعد ديالو على العائله، على الناس اللي قراب ليه ولثقافته اللي يفكروه. فبدا تينغمس معاهم في هذا العلم ديالهم وبدا تيتاثر شي شويه حتى هو، بدا تيدخل في واحد الحاله غريبه ما بين الايمان بالديانه ديالهم وما بين التسطيه. والسؤال اللي تيطرح راسو في هذه اللحظه هذه هو واش بصح مصطفى الازموري بدا تيحماق في التالي ديالو، ولا غير الروح ديالو اللي بدات تدخل في هذا العالم ديال الهنود. زاد مصطفى الازموري 5 سنين في هذه الحاله ديال الحماق والروحانيات وهاد التسطيه ديال الهنود، حتى لواحد اللحظه قرر هو وهذوك صحابو اللي بقاو بانهم خاصهم يهربوا من هذا الشيء، ما بقاوش قادرين يزيدوا يستحملوا هذا الشيء هذا، وخاصهم يهربوا بشي طريقه ذكيه اللي ما يتشدوش فيها. داكشي اللي دار سرقوا لهم واحد الفلوكه صغيره ركبوا فيها وهربوا من بلاصه لبلاصه، من قنت لقنت، من قريه لقريه، بقاو غير دارعين. خرجوا هما كاع من ميريكان ومشاو للمكسيك، وميريكان والمكسيك راهم ملاصقين. وسبحان الله فين ما كانوا تيدخلوا لشي بلاصه كانوا الناس يفرحوا بهم، الناس يرحبوا بهم، تيكرموهم. هذاك الاختلاف وهذيك الوقيته 1500 ورجع اللور ما كان الانسان عارف حتى شي حاجه على العالم الاخر. اول مره تيشوفوا ناس مختلفين عليهم في اللباس، في العينين، في الحوايج، في اللغه، في كل شيء. فكان يشوفوهم دائما بشوفه ايجابيه، بانهم ناس ربما جايين من السماء، ربما انبياء، ربما سحاره، كل واحد كيعطيهم شي لقب ولا تيشوفوهم بشي صوره مختلفه. ومن بعد ما ارتاحوا في المكسيك دبروا على واحد الفلوكه وهما يوليو يرجعوا عاوتاني لاسبانيا. وهنا تسالت المرحله الاولى من هذا المشكل الكبير ديال مصطفى الازموري اللي لقى فيه تحت ظروف طبيعيه وفي ظروف اللي ما كانش ضارب ليها الحساب لا هو ولا الناس اللي كانوا معاه. من بعد القائد اندرياس اللي قلنا في الاول هو اللي شراه واللي من بعد رجع صاحبه والصديق ديالو، قرر يبيعوا لماركوس دينيزا. هذا واحد القسيس، يعني السيد اللي كان يعتبره صديق ديالو وصاحبه، دوزو ويا هاد المحنه كامله، عاوتاني باعو بحالو بحال اي عبد من العبيد. وثيق انت في الاستعمار. وعلاش باعو باش يكلفوا عاوتاني بواحد المهمه استكشافيه جديده واللي هي استكشاف الشمال، باش يمشيو ويقلبوا مورا واحد الاسطوره عاوتاني ديال مدن سيبولا ولا مدن سيبولا السبع كيف ما تيقولوا لهم. هاد المدن اللي الاسطوره كتقول بان فيهم الذهب بحال الرمله،
غير مرميه في الارض وفيهم الكنوز بلا حساب. غير هو جوج ديال الناس الاخرين اللي كانوا معاه ما بغاوش يمشيو، قالوا له يسمح لنا، ما تيقوش انهم رجعوا من الرحله الاولى وهما باقيين عايشين. فما يمكنش الانسان يعاود يرمي راسو في الحافه مره واحده اخرى بيديه. ولكن مصطفى الازموري قرر انه غادي يمشي، ومشى بوحدو، هو القائد ديال واحد البعثه جديده ومعاه بزاف ديال الناس هو مسؤول عليهم. مشى مع غير واحد الراهب اسباني وبزاف ديال الهنود اللي كانوا محسوبين على المكسيك اللي عاشوا معاه المغامره التاليه اللي دار. هذيك المغامره تسمات من بعد رحله الموت. كاينين روايات اللي تيقولوا بانهم عاودوا رجعوا مره اخرى عاوتاني لصحراء سونورا اللي جايه في الحدود ما بين ميريكان والمكسيك. روايات اخرين تيقولوا بانه تزوج تما وبقى تما استقر وما عاودش كمل ديك الرحله الاستكشافيه وما عاودش مشى ليها اصلا. يعني سمح في داك الراهب وسمح في الناس اللي كانوا معاه وسمح في كل شيء. وكاينين روايات اخرين اللي تيقولوا بانه بصح وصل لهاد المدن ديال سيبولا السبع من بعد اكثر من 12 عام اخر ديال الترحال وديال التبحار وديال الديان. واخا ما كاينش هاد الكلمه ديال الديان، هو دايع في الغابات. 12 عام واحد اخر عاوتاني ديال الجوع ديال البرد ديال التماره. ما عرفتش انا علاش الانسان تيحط راسو في مشاكل بحال هادو. كان بامكانه بكل بساطه يقول لهم ما باغيش حتى انا والسلام ورحمه الله، ولكن هو هكا باش تسمى اسطوره. اسطوره هي انك خصك دير شي حاجه اسطوريه اللي ما فاتش دارها شي واحد. كاين اللي كيختار يكون اسطوري، وكاين اللي القدر تيدير له الطريق باش هو يكون اسطوري. مصطفى الازموري من النوع الثاني اللي القدر ساقو وداه سبحان الله من حاجه لحاجه، من مغامره لمغامره، وكان في هاد الظروف هادو تيكتب القصه التاريخيه اللي غادي تبقى تعاود من مورا الموت ديالو بعد اجيال واجيال كيف ما تنديرو حنا دابا. المهم الروايه الاصح كتقول بان بقى بصح مع الهنود الحمر في المكسيك، تزوج من عندهم وبقى معاهم لدرجه انه ولا تيلبس واحد اللباس بالنسبه ليهم لباس ديال الزينه، ولا تيدير الريش فوق من راسو، ولا تيهز واحد العكاز فيه واحد الخرخاش وداير واحد الخلخال في رجليه وهو كيتمشى والصوت كيبقى، وعنده الاتباع وعنده المريدين وعنده الناس اللي تيبغيوه اللي تيداويهم اللي تينصب عليهم بهذاك الحماق ديالهم. المهم هو انه ولات عنده مكانه عاليه لدرجه ان الزعيم ديال ديك القبيله اللي كان عايش فيها خاف منه، خاف ليه يدي ليه السلطه، ليه يدي ليه المكانه ديالو، هو يامر بالاختطاف ديالو. الاتباع ديال هذاك الزعيم شدوه حبسوه 3 ايام، في النهار الثالث وهما يقتلوه. وبهذه الطريقه مات مصطفى الازموري اللي خرج من المغرب كعبد واللي وصل للميريكان كأسطورة. وهكا غادي تكون تسالت القصة ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا، وبالمناسبة هذه راه قصة حقيقية يمكن لكم تبحثوا عليها، قلبوا عليها بجميع اللغات. فإذا وصلتي لهذه المرحلة تنشكرك وتنشكرك بزاف. وما تنساش قبل ما تخرج الا مازال ما درتيش لايك ديرها، حاول تكتب لنا شي تعليق، كتب لنا الأسطورة المغربي في التعليق باش نعرفك بانك وصلتي لهذه المرحلة. بارطاجي مع اصحابك. شكرا وشكرا لكم بزاف، وتحياتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.